ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا حلو قوي. عندنا عزومه كده حلوه، او يعني لو عندنا في راس السنه بنعمل ديك الرومي طبعا الحلو البطل ده. اول حاجه غسلناه كويس وحطيناه في محلول النقع بتاعنا اللي احنا شفنا مكوناته. هنشوف بقى دلوقتي التتبيله. ميه بصل، ميه طماطم، معانا زبادي، معانا عسل، معانا بصل باودر، توم باودر، بابريكا مدخنه، ملح وفلفل اسمر، ومعانا طبعا بهارات الفراخ الصفراء، وممكن بودره مرق الدجاج. هنحط كل المكونات دي كلها مع بعضها، انا بتكلم بسرعه بس عشان الوقت، وهنخلطها كويس قوي ونقلبها وندوبها في بعضها. ما بنحطش الزبادي دلوقتي ولا الزبده بتاعتنا، هنفضل نقلبهم بقى، ومعانا معلقه العسل، ونخلطهم كويس جدا. وناخد بقى البطل بتاعنا الديك ده ونفضل ندلك فيه الاول، هنجففه كويس من الميه عشان ما يبقاش فيه زفاره، ونخرمه. وخدت حقنه كده وقعدت ادخل السائل فيه من جوه. وبعد كده بقى عشان من بره ادلكه، رحت حطيت الزبده والزبادي وخلطتهم كويس ببعض، وفضلت بقى امسجه كده واعمله تدليك ومساج لحد ما شرب التتبيله خالص. وانا طبعا مخرماه بالستيك بتاعه الشيش طاووق، فشربت التتبيله. وكتفته وسبته ساعتين كده في التلاجة يشرب ايه من التتبيله بتاعته. جبت بقى جميع انواع الخضار اللي عندك، اي نوع انت بتستخدميه، كوسه، بصل، طماطم، بطاطس، فلفل الوان، اللي انتوا عايزينه يعني، وجزر، ونتبلها ملح وفلفل والبهارات بتاعتنا، ونحطه فيها الديك، ونبتدي بقى السائل اللي نزل منه ندلكه بيه تاني. وبعدين هنحطه في الكيس الحراري الحلو قوي الجميل ده اللي بيسرع في التسوية، مش اقل من ساعتين والله. كنت مطلعاه من الفرن وكان مستوي جدا وجوسي ومفهوش اي غلطة، تحفة جدا وطعمه فظيع. قعد ساعتين بقى في الفرن على نار عالية اول ساعة، وبعد كده الساعة التانية وطينا النار شوية. وادي استوى، بصوا استوى خالص ازاي، مش هتصدقوا قد ايه السوا بتاعه كان فظيع. وطبعا انا سقيته بالصوص شويه ودخلته تاني ياخد لون بقى. يعني الف هنا وشفا بصراحه، اكله تحفه.